هو مين هاني شكري؟ انا ما اعرفوش والله. يعني من بعد الحوار بتاع امبارح ده، المصيبه اللي عملها امبارح دي، انا ما اصلا ما اعرفوش. من بعدها احنا كلنا عرفناه. مين ده بقى؟ يعني اهلا بيه، اتفضل. ايه؟ طب انت متفاجئ باللي هو يعني قال لفظ مسيء ضدنا كجمهور النادي الاهلي؟ ده الطبيعي بتاعه، ده هو كده لايق على نادي الزمالك. هو لما يكون في لعيب في الطايره، في ماتش الطايره لو تفتكر، عمل حركه مسيئه لجمهور النادي الاهلي، في الماتش اللي بعديها حطوه بوستر. ولما يكون في حد ضرب ولا شيكابالا يطلع يعمل لفظ حركه وحشه قدام جمهور الاهلي، كان بياخدوها يحطوها ستيكر، يحطوها تيشيرتات في الشارع. ولما يكون في لاعب عندنا في النادي الاهلي شتمهم، وبعد ما الاهلي يمشيه يعاقبه ويمشيه، يروحوا يتعاقدوا معاه. ده هو شتمكم تتعاقدوا معاه يا جماعه؟ ده الطبيعي بتاع نادي الزمالك. ويقول لك اللي احنا مش بتوع نادي المبادئ، احنا ما عندناش مبادئ واخلاق. لو النبي انت عمرك شفت عضو في مجلس اداره نادي الاهلي سب او شتم جمهور الاهلي الزمالك؟ عمرك شفتها في حياتك؟ لا. ليه؟ عشان احنا فعلا عندنا مبادئ، عشان فعلا نادي الاهلي نادي المبادئ والاخلاق. عشان لما نيجي نقول الكلام ده هما بيتجننوا، بيتهطلوا. اهو واضحه. انا ما اعرفوش يعني. بص، قبل اللي حصل امبارح ده، الواقعه المسيئه لجمهور النادي الاهلي، ان انا واحد منهم، انا ما كنتش اعرفه ولا اي حد يعرفه اصلا. فايه بقى؟ طيب المشكله في حاجه، ان ده والبيل اللي جنبه ممدوح عيد طالعين من عزا وبتضحكوا وبتهزروا. دي برضه نقطه ما حدش خد باله منها. النقطه الثانيه، البي بيتشتم. البي ممدوح عيد بيتشتم، اللي كان في المدرج في ثالثه شمال مع عمرو فهمي الله يرحمه. انت بتتشتم وبتضحك؟ ده الاهلي عمل لك خرم زيهم. يعني واضحه اهي الحاجه. برضو اللي انت برضو يعني تتفرج على الفيديو، انا بطلع منه حاجات. يعني انت فكك من الشتيمه اللي هو شتمها لنا، انا بطلع حاجات من الفيديو. انت واحد في عضو مجلس اداره نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر، مش عمال تتمحلس في ممدوح عيد، النادي اللي لسه معمول بقاله يومين ثلاثه. احنا هنستهبل؟ هو ايه وضعك ده؟ يعني بخلاف ان انت شتمتنا، شكلك وحش قوي في الفيديو. الراجل انت عملت تتنحلس له ومش عارف ايه، وفي واحد وراه جنبه بيقول لك ايه، الجمهور بتاع الزمالك هو اللي من اللي اشتاق. يا جماعه مالكم في ايه يا جماعه؟ هو ايه الملحسه دي؟ ايه للدرجه دي؟ للدرجه دي؟ ده شكلكم خرا، شكلكم وحش جدا. وبعدين بقى الحته بقى الاخيره بقى، اللي هي بقى ما حدش خد باله منها خالص. هو الدوري ان شاء الله للاهلي. الدوري ان شاء الله للاهلي؟ هو انت يا ابني، انت قصدي الدوري ان شاء الله لبيراميدز؟ الدوري هو انت عضو مجلس اداره نادي مين؟ انت ازاي واحد المفروض بتقول على نفسك اكبر قلعه رياضيه في مصر، المفروض بتقول على نفسك انك بطل مصر وبطل افريقيا، بتتمنى ان البطوله اللي انت بتشارك فيها تكون لفريق تاني؟ يا نهار اسود على الاهلي. انتوا بتكرهوا الاهلي، مش بتشجعوا الزمالك. واضحه. ان شاء الله الدوري لبيراميدز، ولكن الكاس بقى ان شاء الله بتاعنا. ها يا كابتن ممدوح. طبعا يعني اعلان توفيتها رسمي، يعني زي ما احنا فوتنا لكم الدوري، ما انا بعت لكم نفسي بقى صراحه، يعني صراحه بيراميدز، يعني انا بعت لكم نفسي بيانات وواقف جنبكم، واديت لكم الثلاث نقط بتوع الدوري، فوت لكم ماتش، فادوني بقى بطوله بقى، يعني بطوله. ها ده ايه الوضاعه دي؟ ده ايه ده اي واحد زملكاوي عنده دم يشوف الفيديو ده دمه يتحرق على قله القيمه اللي ظهر فيها مجلس اداره نادي الزمالك. هو ده مجلس اداره نادي الزمالك، هو ده الزمالك. بيربوهم يا جماعه، هم اشبال ان هم يكرهوا النادي الاهلي. والله العظيم بيربوهم على كده. في لعيب انا نسيت ناسي اسمه، العجيزي. العجيزي. بص اكتب العجيزي، وهو سرش كده على العجيزي، فضيحه العجيزي عن الزمالك. اكتب بس كده على اليوتيوب، اكتبها. العجيزي كان طلع قبل كده قال ايه؟ وانا كنت في نادي الزمالك. هو كان في نادي الزمالك وبعد كده راح النادي الاهلي. قال لما كنت في نادي الزمالك
كانوا اول حاجه بيعملوها في التدريب بيوقفونا كده بيعلمونا ازاي نكره الاهلي. يعني ولا في فنيات ولا في تكتيك ولا ازاي تباصي ولا ازاي ترفع ولا ازاي تعمل اي نيله، اكره الاهلي. وضاعه وسفاله، ومفيش كوره في مصر ولا في اي حاجه في مصر ليها علاقه بالرياضه غير النادي الاهلي بس. حاجه تحرق الدم. وطبيعي بقى ان انا مش ايه بقى، يعني انا دايما بلاقي ايه مثلا كل الاعلاميين الاهلاويه او اليوتيوبر او البلوجر معظمهم طالعين بيقولوا ايه بقى عايزين بقى شو اشرف صبحي هيعمل ايه، عايزين نشوف بقى العقوبات. عقوبات ايه واشرف صبحي ايه يا باشا؟ اول رساله تطلع منك لمجلس اداره النادي الاهلي، لازم اجراء قانوني حازم وحاسم ضد الخرا ده. زي ما النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي في ظهركم، مجلس اداره النادي الاهلي في ظهرنا، احنا اتشتمنا. موضوع مروان حمدي خد عقوبه صباح الفل وبرضه ما ترباش. لا يا باشا، خد بقى ايه قانوني، اجراء قانوني بعد اذنك. ده كل ده لسه ما خدوش القلم بتاع بكره ان شاء الله، القفا اللي بعد صلاه العيد. كل دي وانت طيب. أراك ضحكا.